السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أيها الإخوة الكرام نطرق الموضوع حماية حسابنا في فيسبوك من السرقة والاختراق والتعطيل وإلى آخره وما شابه ذلك. في الآونة الأخيرة كما يعرف الجميع أصبحت هواية بعض الناس عفوا الاختراقات وما إلى ذلك. الجميع يتعلم في الهاكر في الفيسبوك. اليوم إن شاء الله في موضوع في تلت العملية إن شاء الله سوف نحمي حسابنا وإن شاء الله نحميه ونحصنه بكلمة سر يعني قوية. للإشارة فقط، أنا أستغرب من بعض الإخوان مستعملي فيسبوك لماذا لا يسجلون فيسبوك يعني بأسمائهم. يعني تعمل فيسبوك يعني يكون مسجل باسمك، تبعت الهوية، تنسخ يعني صورة تبقى الأصل لهويتك الحقيقية وتبعتها لإدارة فيسبوك. هكذا يتم التوثيق يعني الفيسبوك، يعني يسهل عليك استرجاعه. وحتى إذا تم تقديم بلاغ أو ما شابه يعني كاذب بك، يعني لن يتم يعني حظرك أو غلق حسابك يعني بكل سهولة يعني. ويستطيع أي إنسان استرجاع الحساب بفضل هذه الطريقة. نمر للشرح. أولا أيها الإخوة، نذهب إلى الإعدادات. في الإعدادات سوف نقوم يعني بإدخال رقم هاتفنا. إذا أدخلنا يعني رقم الهاتف في هذه العملية نحتاج رقم الهاتف لكي يبلغنا يعني الفيسبوك يخبرنا يعني مباشرة بأن الشخص ما قام بمحاولة الدخول إلى حسابنا. هذه الطريقة يعني تسهل علينا يعني حماية حسابنا بطريقة سريعة. يعني هنا يعني نؤشر على هذه هنايا يعني recevoir les notifications، يعني وصول يعني نوافق على إرسال لنا الإشارات. هنا نضغط هنا وعندما تفتح هذه النافذة نضغط هنا ونضغط هنا. هنا نضع رقم الهاتف. رقم الهاتف يساعدنا كما قلت، مثلا رقم الهاتف الشخصي الذي فتحت به الصفحة أو فيسبوك أو رقم هاتف. عندما يحاول أي شخص، حتى لو كنت أنت يعني صاحب هذا الفيسبوك وحاولت فتحه يعني وكنت معتاد يعني مثلا فتح الفيسبوك من الهاتف، وهذه المرة يعني حاولت فتحه يعني عن طريق متصفح يعني جوجل كروم أو غيرت المتصفح، لن يفتح معك الفيسبوك حتى يأتيك إشعار. هذا الإشعار يقول لك يعني أدخل هذا الرمز، يعني كود من 6 أرقام. إن لم تدخل هذا الرمز يعني لا تستطيع الولوج إلى حسابك. وهكذا يعني إذا أتاك يعني هذا الإشعار تعرف بلي أن شخص ما، إن كنت أنت لم تحاول يعني فتح الحساب، يعني هنا تتأكد بلي شخص ما يحاول الدخول إلى حسابك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أود الإشارة إليها أيها الأخوان فيما يخص كلمة المرور. بعض الإخوان يضعون كلمة سهلة يعني وكلمة سهلة، والأغلبية تضع يعني تاريخ الميلاد. هذه تاريخ الميلاد أيها الأخوان غلطة فادحة. لماذا؟
الشخص الذي يخترق حسابك يكون يعني له معلومات، يجمع معلومات عنك وكذا وكذا، ويستطيع الدخول إلى حسابك وإن كنت واضع يعني تاريخ ميلادك يعني الحقيقي، سوف يسهل عليه الأمر الاختراق. لذا أنا أنصح الإخوان بوضع كلمة يعني قوية جدا، مثلا 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 وضعنا اسم، مثلا وضعنا اسم مثلا أحمد، مثلا أحمد، يعني كنصيحة أضيف لهذا الاسم يعني الإخوان يخشى نسيان كلمة المرور. أولا سجل كلمة المرور في ملف، يعني في ملف، في أي ملف، حتى لا تنساها وحتى تعتاد عليها. وضع هذه الرموز يعني مثل أروباسك والفلاش والنجمة والنقاط. إذا يعني كنت يعني متأكد بأنك سوف تنسى الكلمة ووضعت اسم يعني هكا يعني بسيط، اسم، ضع مسافات بين الأحرف. هذه المسافات يقرأها الفيسبوك على أنها رموز، وهذه كما تشاهدون هذه الرموز هذه كما تشاهدون حتى الفراغات تصعب على أي تطبيق وأي هاكر وأي شخص أن يجد هذه الكلمة. هذه يعني كنصيحة نعطيها للإخوان، كنصيحة نعطيها للإخوان. ضاعفوا يعني قووا من كلمة المرور، وتكون من الأفضل يعني من 8 أرقام أو أحرف وما شابه وما فوق، يعني من 8 إلى فوق تكون هكا كلمة مرور قوية جدا ويصعب اختراقها وإيجادها يعني وتحليلها. الأمر الثالث يعني سوف تجدون يعني الرابط إثبات الهوية إلى الفيسبوك، سوف تجدونه إن شاء الله تحت الفيسبوك في الشرح. إذا أردت يعني تجنب بعد عملية، يعني بعد عملية هذا الوصف، إذا أردت تجنب الاختراق وسرقة حسابك يعني وما شابه، ما عليك إلا إرسال نسخ لهوية حقيقية مثل الباسبور أو بطاقة تعريف أو بطاقة بيومترية وما شابه، ويكون فيها يعني تكون صورتك واضحة ورقمها واضح، وتستطيع أن تخفي يعني مثل تاريخ الميلاد وما شابه، وتبعثها إلى فيسبوك. سيتم تسجيل الفيسبوك يعني باسمك الشخصي، وهكذا يعني تتجنب الكثير من الأمور. أتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس إخواني، وإن شاء الله في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.